مساء الخير عليكم جميعا، معاكم هبة ورجعت لكم من تاني في حكاية جريمة. أم أدهم كانت محتاجة شوية طلبات من البيت، فقررت إن هي تنزل تشتري الطلبات دي بنفسها، وعدت على السوبر ماركت واشترت منه احتياجات ليها كتير، وعدت على كم محل تانيين عشان تكمل بقية طلباتها. وفي وسط ما هي ماشية وبتجيب طلباتها كانت بتقابل الناس جيرانها وبتسلم عليهم، لأنها كانت غايبة عن بيتها بقالها فترة، والجيران قعدوا الفترة دي كلها ما كانوش شايفينها، فلما لقوها إنها رجعت انبسطوا جدا لأن هي كانت محبوبة في وسطهم. وكان كمان في بعض السيدات من جيرانها كانوا دايما بيشوفوها قبل كده وبيتكلموا مع بعض لما بتيجي فرصة. هي ما كانتش بتحتك بجيرانها طول الوقت، ولكن كانت بشوشة الوجه قدامهم، لما بتشوفهم أكيد بتسلم عليهم. خلصت أم أدهم كل احتياجاتها واطمنت كده إنها مش عاوزة حاجة تاني للبيت، فقررت خلاص إن هي ترجع البيت. وبعد ما رجعت البيت وقعدت تظبط بعض الحاجات في المطبخ، وخلصت كمان العشاء، جهزته ووضبته عشان خاطر تاكله هي وجوزها، لأن هو كان وقتها قاعد في البيت مستنيه عشان يتعشوا مع بعض. حبوا الفترة دي إن هم يريحوا شوية لوحدهم من غير الأولاد، فكانوا في زيارة من فترة قريبة عند ماما وبابا أم أدهم، وسابوا الأولاد عندهم وقالوا إن هم كمان يومين هياخدوهم. وكده كده الأولاد كانوا متعودين إن هم كل خميس وجمعة بيروحوا عند تيتا وجدو يقعدوا عندهم شوية، وبعدين يرجعوا لباباهم ومامتهم في أول يوم في الأسبوع. بعد ما خلصت أم أدهم العشاء هي وجوزها، دخلت المطبخ عشان تودي الأطباق وعشان تظبط برضو المطبخ تاني بعد العشوة الحلوة دي. وبعدين طلب منها جوزها إنها تعمل كوباية شاي، وفعلا عملتها وشربوا الشاي مع بعض. وبعدها خلاص الوقت ليل جدا ودخلوا إن هم يناموا. بعد يومين كان المفروض إن الأولاد خلاص يرجعوا لباباهم ومامتهم، ولكن أبو وأم أم أدهم لو إن هي ما اتصلتش بيهم زي العادة، ولا في اي خالص اتصال حتى من ابوهم عشان خاطر يطلبوا الاولاد ان هم يجوا، او ان هم حتى على الاقل يروحوا ياخدوهم بنفسهم، لان ابو وام ام ادهم كبار في السن. بس ابو وام ام ادهم لاحظوا بان هي ما ردتش عليهم خالص في التليفون، وبعد فترة لاحظوا كمان ان التليفون اتقفل، ولما اتصلوا بجوزها لو برضو ان هو ما بيردش عليهم. وقتها هم استغربوا جدا وقالوا يمكن سافروا يومين في مكان ونسيوا ان هم يقولوا لنا، على الرغم بان الجدة استغربت جدا وقالت ان انا بنتي مستحيل تمشي وتروح في اي مكان الا لما تكلمني، بس يمكن برضو نسيت وسهت وكانوا مستعجلين لمشوار معين وزمانهم ان شاء الله راجعين. وعدى اليوم ده وهو فيه شوية قلق في قلب الجد والجدة. ولما جه اليوم التاني برضو قرروا محاولة بالاتصال، ولكن مفيش أي استجابة. فقرر الأب والأم إن هم يروحوا يشوفوا بنتهم اللي هي أم أدهم هي ليه ما بتردش، وكمان جوزها ما بيردش. أبو وأم أدهم عايشين في الهرم عند نزلة السمان، وهو ده المكان اللي وصل ليه الجد والجدة. ولما طلعوا البيت وقعدوا يخبطوا كتير برضو ما كانش فيه أي نوع استجابة خالص، على الرغم إن هم كانوا سامعين صوت التلفزيون شغال. فاستغربوا جدا هو ليه التلفزيون شغال ومحدش أصلا بيرد علينا. وقتها الجدة بدأت إن هي تقلق وبدأت تحس إن في شيء مريب، فطلبت من جوزها إن هو يكسر الباب أو يحاول يستدعي أي حد إن هو يكسر الباب. ولكن هو قال لها اصبري شوية أما نسأل الجيران، يمكن هم كانوا عارفين أي حاجة، ويمكن وقت ما هم نزلوا من البيت كان النور قاطع ونسيوا إن هم يقفلوا التلفزيون، فلما جه النور التلفزيون اشتغل لوحده. وفعلا نزلوا هما الاتنين وقعدوا يسألوا الجيران، قالوا ان احنا من ساعة ما شفناها اخر مرة كان يوم 4، ان هي نازلة تجيب طلبات البيت من السوبر ماركت اللي حوالينا وسلمت علينا وكانت كويسة وما كانش فيه اي حاجة، ما شفناهاش بعدها تاني. ولكن احنا شفنا جوزها تاني يوم اللي هو الخميس، كان نزل برضو شوية كده وما تأخرش كتير برا ورجع، وبعدها ما شفناهمش هما الاتنين خالص. لما راح الجد قعد يسأل في كذا محل وطلب منهم ان هو يشوف الكاميرات، طب حتى عشان يطمن بنته فعلا خرجت من البيت ولا لأ، لان هو مش عايز ياخد خطوة كسر الباب البيت. ولكن اصحاب المحلات اللي قدام البيت رفضوا ان هم يفتحوا لهم الكاميرات عشان يشوفوها.
فقرر خلاص الجد والجدة إن هما يطلعوا تاني ويكسروا فعلا باب البيت. وبعد محاولات كتير من الأب والجيران اتكسر فعلا باب البيت، ودخلت الأم ملهوفة بتدور على بنتها في كل مكان في الشقة، ولكن هي ما لقيتلهاش أي أثر. وفي وسط ما هي بتدور اتفاجئت إن في بقع دم على الأرض. وفي نفس الوقت كمان لما الأب قرب من المطبخ شم ريحة غريبة جدا، والأم كمان جت وراه وهي حاسة بإن هي هتشوف في المطبخ حاجة بشعة جدا، لأن الريحة كانت منتشرة في الشقة كلها. وفعلا كان في ديب فريزر موجود جوه المطبخ، وأول ما الأم فتحت الديب فريزر لقت راس بنتها موجودة جواه. الأم لما شافت المنظر انهارت من الصراخ والبكا، والأب والجيران اتصلوا فورا بالشرطة. وقت ما جم الضباط وقعدوا يعاينوا الشقة لاحظوا ان هي مفيهاش اي نوع كسر ولا حتى دخول عنف، وتأكدوا بان اللي ارتكب الجريمة حد معاه مفتاح الشقة ودخل وهو مرتاح جدا. وكمان لاحظوا غياب الزوج وبحثوا في كل حتة عنه ملقوش اي اثر ليه، وكمان لاحظوا بان مفيش اي حاجة بتوضح ان الزوج هرب من مكان معين جوه الشقة. ولما قرروا ان هم ينزلوا يفضوا الكاميرات المراقبة اللي متوجهة ناحية العمارة، لاحظوا الضباط ان فعلا ام ادهم كانت موجودة في الوقت اللي الجيران ذكرته. وبعد ما هي دخلت بيتها في اليوم ده ما نزلتش تاني منه ابدا واختفت. ولكن تاني يوم نزل الزوج، غابله تقريبا شوية قيمة ساعة وبعدين رجع وما خرجش من العمارة هو كمان ابدا. بس ازاي الزوج ملوش اي اثر والزوجة بس هي اللي جثتها موجودة في الديب فريزر؟ ودي كانت حاجة مهمة جدا وغامضة بالنسبة للضابط المحقق في القضية، لان الزوج اختفى ازاي من جوه الشقة من غير ما كاميرات المراقبة تسجل خروجه. بعد ما الضباط عينوا الشقة وبقت بالنسبة لهم مسرح جريمة، قفلوها كويس قوي وحطوا عليها حراسة، وبدأ الضابط المحقق في القضية يمسك خيوط الجريمة عشان يعرف كويس ازاي الأحداث دي تمت وازاي الزوج هرب من غير ما حد ياخد باله أبدا. واستدعى أبو وأم أدهم وابتدى التحقيق معاهم، وابتدى يعرف منهم هل هي كان ليها أعداء أو هل فعلا هما مشتبهين في جوزها بأنه هو ممكن يكون السبب في أنه ارتكب الجريمة، ولا ممكن يكون حد كان متضايق منها. وقدر يعرف الضابط أن فعلا كانت أم أدهم على خلافات قوية جدا مع جوزها، وصلتها بأن هي راحت بيتها عند أهلها أكتر من مرة، ووصلتها كمان بأن هي رفعت عليه دعوة تمكين من الشقة بسبب ان هو لما كان بيتخانق معها كل شوية يطردها من الشقة وهي اساسا ام حاضنة. وفعلا كسبت القضية. وقتها ابو ادهم لما لقى نفسه انه اتورط في الموضوع بتاع القواضي ابتدى ان هو يجر الناعم معاها وطلب منها المصالحة، وفعلا راح لها لحد البيت في يوم من الأيام وطلب إن هم يرجعوا متصالحين كويس جدا، وقال لها كمان بإن إحنا هنتصالح بس بشرط إنتي تتنازلي عن كل القضايا اللي رفعها عليا. وفعلا أم أدهم وافقت على الاتفاق ده. ولما كانوا في وقت من الأوقات موجودين جوه البيت جه اختار على بيت أبو أدهم، واكتشف بأنه أم أدهم ما كانتش أصلا اتنازلت عن القضايا، واكتشف إن هي تقريبا كدبت عليه، إن هي فهمته إنها اتنازلت عن القضايا وخلاص انتهت، ولكن القضايا لسه مرفوعة عليه. ومن هنا ابتدى الشيطان إنه يستحوذ على تفكيره ويخطط إن هو إزاي ينتقم منها أشر انتقام. والخطة اللي قرر فيها انه ينتقم ابو ادهم من مراته هو انه يعملها زي ما بيعامل المواشي بالظبط، لان الجدير بالذكر ان هو اصلا مهنته جزار، كان بيحلم بالمهنة دي طول عمره لحد ما شربها من صغره، ولما كبر حقق فعلا حلمه واشتغل جزار. ولكن هو للأسف طلع ان هو مش جزار حيوانات بس، ده طلع كمان بني ادم سفاح وجزار بني ادمين. في اليوم اللي سبق الجريمة على طول نزل ابو ادهم وراح المحل بتاع الجزارة اللي هو بيشتغل فيه، وجاب كل انواع السكاكين اللي موجودة جواه من احجام مختلفة،
وطلع البيت. وعلى فكرة الجزئية بتاعت نزوله دي هي اللي كانت ظاهرة لضباط الشرطة لما لقوه في الكاميرا ان هو خرج من العمارة شوية وغاب وبعدين رجع تاني. كان وقتها نزل عشان يروح محل الجزارة اللي تبعه ويجيب الأسلحة اللي هو هينفذ بيها الخطة، وبعدين طلع بيته تاني وبعدها اختفى تماما وما ظهرش بعد كده على الكاميرات. ووقت ما كانت مراته بتعمل العشاء ودخلت بعد كده عشان تعمل كوباية الشاي، هجم عليها من ورا، وأول ما هجم عليها نحر رقبتها بطريقة معينة زي ما بيعمل في المواشي وسابها وقع على الأرض وكانت لسه بتتنفس. وجاب كرسي وقعد جنبها بمنتهى البرود وبدأ ان هو يدخن السيجارة بتاعته وهو بيتفرج عليها وهي بتطلع الروح لحد ما لقاها خلاص قطعت النفس تماما. وابتدى بعد كده الجزء التاني من الخطة ان هو يشفيها وان هو يقطعها اجزاء، وساب لابوها وامها الراس وجزء شوية من الجسم في الديب فريزر اللي هم شافوه اول ما دخلوا الشقة، واخد باقي اجزاء جسمها جوه اكياس وهرب بطريقة معينة من جوه الشقة. ولكن لحد اللحظة دي في وسط التحقيقات انا معرفش بصراحة هو قدر يهرب ازاي بالاكياس كمان اللي كانت معاه من بواقي جثة مراته. هل يا ترى هو هرب من فوق السطح او هرب عن طريق مثلا حد من الجيران او هرب عن طريق الشباك معين جوه الشقة وقفل وراه؟ للأسف التحقيقات ما أظهرتش بالظبط هو هارب ازاي من الشقة. وبعدين الشرطة بدأت تدور عليه في كل حتة عند قرايبه وعند أصحابه، ولكن ما قدروش ان هم يوصلوا له في اي مكان. وبعد فترة زمنية من هروبه جاء للشرطة تليفون من فاعل خير بان هو بيقول لهم انه موجود في مكان معين في الجيزة مستخبي فيه، وان هو كمان اللي هربه واحد من قرايبه. ضابط المحقق جمع القوة وبدأوا ان هم يخططوا ازاي يهجموا عليه بطريقة ذكية عشان خاطر ما يحسش بوجودهم ويهرب منهم. وفعلا راحوا حوطوا المكان اللي هو قاعد فيه. كان عبارة عن أوضة في عمارة تقريبا مش ساكن فيها حد كتير، وكان في مكان برضو يعتبر مفهوش سكان كتير ولا عمارات كتير، زي مكان نائي كده. وبعدين بدأوا ان هم يحاصروا المكان كويس جدا، وبعد كده هجموه وكان قاعد جوه الشقة بتاعته وهو ولا كان على باله أبدا بأن الشرطة فعلا كان ممكن توصله. وكان على وشه كل علامات الذهول والصدمة، لأن هو وقتها ما كانش متوقع أبدا أن الشرطة فعلا تعرف طريقه، وأن هو عارف أن شخص واحد بس هو اللي كان يعرف طريقه. وساعتها لما حتى الشرطة قبضت عليه سمعوا واحد من الضباط وهو بيتوعد وبيتمتم بأن هو هينتقم أشد انتقام من الشخص اللي بلغ عنه. وبعدين لما الشرطة قبضت عليه وبدأت تحقق معاه حكى لهم كل الأحداث اللي أنا قلتها لكم من شوية، وكان بيقول إن هو مش ندمان أبدا، وكان في منتهى البرود وكان في منتهى التناحة بصراحة وهو بيحكي وبيقول إن هو مش ندمان أبدا إنه عمل في مراته كده، لأن هو أخد حق كرامته عشان هي خدعته بان هي قالت له انها تنزلت عن القضايا اللي رفعها عليه ولكنها ما كانتش تنزلت عنها، فقرر ان هو ينتقم منها بالطريقة دي. ولو كان يقدر ان هو يعمل اكتر من كده كان عمل، ولو هو طال اللي بلغ عنه هيعمل فيه زي ما عمل في مراته. وكان بيحكي بمنتهى البرود ولا كان فارق معاه اصلا حتى عياله، وده كان شيء مثير للاشمئزاز بالنسبة للضباط المحققين. وفعلا اتحول على النيابة وبعد كده اتحكم عليه بالإعدام واتحققت العدالة فيه، ودي كانت نهاية كل مجرم زيه.